تالتة ثانوي. احنا بقينا في شهر واحد، الصلاة على النبي كده. شهر واحد بيخلص في ديله شهر 6. يعني انت عندك 2 3 4 5 بيسقطوا. ليه؟ حضرتك عندك شهر 3 رمضان، وانتوا في الطبيعي بتكونوا مش شايفين قدامكم في الحالة العادية وانتوا بتاكلوا وبتشربوا. في رمضان هتعملوا ايه؟ هتاكل من هنا، هتفطر من هنا، حضرتك هتأنتخ من هنا. دي أول نقطة. خلي بالك في عيد صغير، في أجازة بتاعت 3 4 أيام، إلا بعض المدرسين بقى بيحبوا إن هم يعيشوا الدور، وتاني يوم العيد بينزلك درس على عينينا وعلى راسنا. بيبدأ ياخد شهرين، وبعد كده بيجي العيد الكبير فيهم 4 أيام على الأقل أو 3 أيام أجازة. وطبعا قبليها بقى ليلة وقفة عرفات، وقفة عرفات برضو أجازة. فأنت كده معاك 5 أيام ضايعين أجازات. في عندك أسبوع أجازة نص السنة في آخر شهر واحد أجازة. شوف كم الأجازات دي. لو حضرتك ما قدرتش تستغل الموضوع ده أنت رايح في داهية. سنة تالتة ده الوقت بتاع حصاد السنة كله. سنة تالتة انتوا ليكوا شوامت وليكوا ناس هتضحك عليكوا كتير قوي. هتلاقي قرايبك اللي من الصعيد ومن سوهاج ومن جنة ومن جنوب سيناء ومن شمال سيناء اللي انت اصلا ما تعرفهمش بيتصلوا يطمنوا عليك يوم النتيجة انت عملت ايه، وانت اصلا مش عارف. كل واحد وليه شوامت. باشا اعرف كده وحط دي حلقة في ودنك، اللي ما بيجازفش امه ما بتزغرطش. يعني ايه؟ اللي حضرتك لو ما جازفتش في الوقت ده بنومك مش هتوصل للي انت عايزه في اخر السنة. لو ما جازفتش اخر دلوقتي بالوقت بتاعك مع صحابك وخروجاتك وفسحك وكلامك في التليفون وتشات على الواتساب ولا الموبايل والابليكيشن الكتير بتاعتكوا دي، امك مش هتزغرط اخر السنة، هتلط. انا يا مس بعمل المذكرة او الورقة بتاع حضرتك بلخصه، حلو على راسي. بكتب الحاجات اللي انت بتكتبيها على السبورة وبلخصها، جميل وعلى راسي. حليت؟ لا، يبقى ما عملتش حاجة. مفيش حل، مفيش مذاكرة. نظام الثانوية العامة الجديد مش عايز حد لا بلا 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 انساه. حتى بتوع الازهرية انك تحفظ 100% والامتحان يجيلك 100% من كتاب المدرسة انساها. انت بيبقى في ايدك ورق المفاهيم ومش عارف الامتحان ده جاي من فين. من غير حل يا سنة تالتة في اي مادة من المواد انت ضايع. من غير علاقتك مع ربنا وعلاقتك مع اهلك وعلاقتك مع نفسك انك عارف مصلحتك انت ضايع يا سنة تالتة. وافتكروا ان شهر واحد في ديله شهر 6. مش انا واقع في اول الكيمياء مش عارفه اعمل ايه. باشا احنا دلوقتي في العضويه عليها 23 درجه في الامتحان، يعني تلتين الامتحان عضويه. مش هتقعد تبكيلي على الاطلال وتسيب الجزء المهم في الماده. انا الدنيا صعبه معايا في العربي. ركز في اللي انت فيه دلوقتي. هتقعد تعيط على اللي فات، لا هتعمل حاجه في اللي فات ولا تعمل حاجه في اللي جاي. طب اعمل ايه؟ نظم وقتك. اعمل جدول ما بعرفش امشي عليه. حضرتك لو حاطط هدف في دماغك وعايز توصله بتوصله. انت لو عايز تيشيرت من اي محل في اي حته بتتشقلب لهم في البيت عشان تجيب الفلوس بتاعت التيشيرت. في رحله، في خروجه حلوه، البنات عندها فرح صاحبتها، في عرض، شيئين منزله عروضات واو، في بدس بلاش تحفه. بتتشقلبوا في البيت عشان توصلوا للي انتوا عايزينه. ما تتشقلب عشان نفسك، اتشقلب عشان حلم، اتشقلب عشان هدف انت حاطه. السنه بتصرف كتير جدا يا سنه ثالثه وانت مش حاسس بالفلوس اللي عماله تتسحب دي. حس باهلك في البيت وتخيل كده شكلك طول ما انت تلاقي نفسك خلاص هتنام وهتفقر على الكتاب. افتكر شكلك يوم النتيجه، وافتكر السنه اللي فاتت الناس قرايبك اللي كانوا ناجحين كانوا عاملين ايه، والناس اللي ربنا ما وفقهم
يطلع يروح الكليه بتاعت الطب، هندسه، صيدله، ايا كان المسمى اللي هو فيه، حد بيعرف هو بيعمل ايه بعد كده؟ محدش بيسأل. هو فلان اتخرج ممكن يكون بيدبلر بالسنتين والتلاته، بس هو دي عنق الزجاجه بتاعك. اوصل للي انت عايزه، ما تضحكش الناس عليك. هيبقى شكلك عامل ازاي والناس كلها عماله بتضحك جنبك وفرحانه وجايبين مزمار البلد وانت قاعد بتعيط ولا قلبينها محزنه. انا صاحبي فلان يا مس قاعد عند المستر فلان يا مس، وانا مش قادر اسيب المستر ده وانا ما بفهمش منه. انت بتضحك على نفسك، انت هتتحاسب على ده. كله بيشيل الليله وحده، كله بيحاسب على المشاريب لوحده. مش هتقول انا كنت ماشي مع صاحب، يمكن صاحبك ده بيفهم من المستر. انت فين؟ انت وصلت لايه مع المستر ده؟ بيساعدك؟ بيسمع لك؟ اي سؤال عندك بتروح له وتقول له مثلا انا مش فاهم السؤال ده، بيجاوبك عليه؟ ولا قاعدين قدام ترابلة سلطان وبس؟ وقتك غالي يا سنة تالتة وهتدفع الثمن غالي على الوقت ده. حياتك كلها، كاريرك، برستيجك، كله متوقف على الكام شهر اللي جايين. ايا كان انت هتكون فين بعد كده، بس اهم حاجه ان انت من جواك راضي على نتائجك. انا بقولكش روح كليات قمه، انا بقولك اسعى، وقال ليس للانسان الا ما سعى، وسعيه سوف يرى. يعني انت في كل الاحوال ده لو انت سعيت وما توفقتش في الحاجه اللي انت رايحه، ربنا محوش لك حاجه افضل. بس مش تقعد مع نفسك اخر السنه تقول لي اخ بس لو كنت ذاكرت في الوقت الفلاني، عشان يبقى ضميرك مرتاح. انما ده انتوا لا عندكوا دم ولا ضمير ولا دين. بتبقى مرتاح وانت تحت البطانيه دافيان والجو برد طب وبعدين في المواد المتلتله اللي ما بتتذاكرش، ارجع واقول تاني، اللي ما بيجازفش امه ما بتزغرطش. شوف بقى انت عايز امك تزغرط ولا تصوت وتعيط على خيبتها فيه؟ حارمين نفسهم من كل حاجه في البيت ليه؟ اصل عندنا ثانويه عامه السنه دي. حبوا نفسكم، حبوا اهاليكم واحترموهم. الفلوس ما بتجيش بالسهل والدنيا